لازم تعرف ان ربنا مش ضدك ولا ضد سعادتك ولا كان عدوك عشان تخاف من اقداره وتحس ان هو ممكن ما يكتبلكش اللي انت نفسك فيه. بالعكس، كل اقدار ربنا خير كلها حرفيا. ما تبصش انت بس على صغيرها. يعني وفاة الغاليين عليك ممكن تكون هي السبب في دخولك الجنة بصبرك وثباتك، او حتى ألمك. الشخص اللي انت كنت عايز تكمل معاه حياتك او اللي انت كنت عايزة تكملي معاه حياتك جايز يكون مكتوب له اللي هو يكون اب سيء او ام سيئة. جايز حتى يكون مكتوب له اللي هو يموت صغير، وربنا بيحميك من عذاب الفراق. مع كل مشكلة او محنة انت بتقع فيها فيها حكمة وسبب قوي بس بيكون مخفي. ربنا بيكتب لنا خير، بس احنا اللي بقينا منطقيين زيادة عن اللزوم، بندور على سبب لكل حاجة. الدعوة بتاعتك وتحقيقها والقدر وتدابيره دي مسؤولية اللي خلقك، فثق انت بس فيه. وتأكد انت بس انت لو ملكش خير في اي حاجة بتحصل لك في الدنيا كان زمانك ميت من زمان. خليك عارف اللي انت مش قد اللي انت تقول يا ريت دعوتي ما كانت استجابت.